انت تعرف انك عندك حالة نفسية مرضية اسمها ليثولوجيكا؟ انت بتقول يا دكتور انا ما عنديش ولا امراض نفسية ولا عندي حالة نفسية ولا حاجة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ زي ما بقولك كده بالظبط، عندك مرض اسمه ليثولوجيكا، والمرض ده بيخليك تنسى اسماء الناس حتى لو انت عارف صفاتهم وعارف اشكالهم وعارفهم كويس، برضو مخك مش بيعرف يجمع اسمائهم ومش بيعرف يفتكر اسمائهم ولا يعرف يطلع من الذاكرة اسم الشخص دوت ايه بالظبط. والافظع من كده انك ممكن كمان تكون في ذكريات حصلت بينك وبين الاشخاص ديت، ذكريات قديمة، وتكون انت فاكر الذكريات دي كويس بس مخك مش عارف يجمع اسمائهم ولا عارف يفتكر مين الاشخاص ديت ولا اسمهم ايه. والمضحك في الموضوع بقى انك بتحس ان عقلك بيلعب معاك استغماية، بتبقى الكلمة على لسانك وفي عقلك وانت مش عارف تجيبها ولا تطلعها ولا تقولها. النت بيبقى فصل، مخك بيبقى قطع، وتلاقيه بيقول لك سنعود بعد قليل، مش دلوقتي خالص يا فندم. يؤسفني اقول لك ان في عصرنا الحالي في ناس كتير قوي بتعاني من الحالة ديت. للاسف في ناس كتير عندها الحالة ديت. لو تعرف حد من الناس اللي عندها الحالة ديت ابعت له الفيديو ومنشن له في الفيديو. وما تنساش ان اي مشكلة في الدنيا ليها حل، بس انت تتوكل على الله وتشوف حد مختص، وان شاء الله باذن الله هتلاقي الحل.